يرجع يبعث لي لأنه أنا مسكرة عفوا هو مسكر الدعوات. هو مسكر الدعوات لك يا زمن، يا قلب، قلب وين غايب علي يومين. لا تغيب أكثر حبيبي، خاف أموت من الحنين. وبغيابك كان تعذبت وتلوعت وتمرمرت، وانت علي تأخرت يعني شكو. لك ليش لك يا بالذات مو قلت هلا هلوز. والله. أهلا أهلا. مرحبا تيمار ريدر، كيفكم؟ شو أنا ما اخباركم؟ بعرف حبيبي هلا شو والله. معي ولا بعرف منور. شو يعني إذا بتكرهني ما بتكرهني ما بعرف، بدي منك بس تحكي الحق. بس تحكي الحق لو سمحت. أنا شو كان صاير؟ أنا مو دقيت لك شو قلت لك نزار ساعدني. أنا دقيت لطارق ودقيت لرفقاته بدي أتصالح معه، ما حدا برد علي. فيك تساعدني نتصالح؟ مو هيك كانت السيرة. ممكن إنه فيك تساعدني نتصالح فأنت ساعدني إنه نتصالح، هذا هو كل شي، صح ولا لا؟ مزبوط. صار شي تاني؟ صار شي تاني؟ لا انتوا شو حاكين باللايفات؟ انا ما عم بفهم شو صاير صار بيناتكم. شي تاني، بس لو سمحت لو سمحت. لا لانه في كلام عم ينكتب كثير. لو سمحت، أنا جيت مع مين؟ جاوبني، مع مين جيت؟ يعني احكي كل الموضوع. احكي عادي، احكي كله لأنه احكي. احكي بس ما تذكر اسم البنت. لما أبدأ هيك. لا مستحيل. شباب، ايش قد صار له؟ يمكن اسبوعين، لا صار له شهر. شوفوا هاي والله الحقيقة، ونزار عم يحكي ومع إنه نزار يعني شباب ما أنا انا ما أصلا عندي لف معك ودوران حكي. خالص. يلا احكي الحق يلا. والله ما بحب اغلط لا بكلمه ولا بكلمتين. كلمه الحق بحكيها على قطع لساني. من شهر تقريبا، على ما اظن من شهر، كنت بالمدرسه. فما بلاقي غير تيمار عم تبعت لي على الخاص، طاب 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 وتتصل ومدري ايش، وانا قاعد بالحصه. فاستغربت انه شو في. طلعت حكيتها. تيمار جاي من فرانكفورت على المقاطعه تبعنا، طالع على وين؟ على دورتموند. بدها تشوف وائل. ووائل كان عندي وقتها بالبيت، وفي بيناتهم مشكله. ف انا ما كان بالاول بدي خبره انه هو عندي بالبيت، بس بعدين خبرتها وحكيت لها لانه البنت يعني جاي من فرانكفورت ومدري ايش، وصاير مشكله واهلها عم يستنوها وهي بدها تشوف بسرعه، ومشكله كبيره بيناتهم ومدري كيف. فقلت لها خلص هو مو هنيك، لانه البنت حتتعذب تروح ساعتين على دورتموند زياده وتتفاجئ وما تلاقيه، وهو عندي ومدينتي انا بعيده عن دورتموند. فقلت لها انه انا هون فوبرتال وهو عندي، وانا ما خبرته. انا ما خبرته هون لوائل، كان نايم. هذا الحكي على فكره الساعه 8 الصبح ولا 9، الساعه 9 الصبح. أه. وكان عندي دوام اقسم بالله. فتيمار اجت ونزلت بمحطة القطار. أنا ومين ما جيت؟ انت وصاحبتك. اجت هي وصديقتها، وبعثت لها عنوان المدرسة حتى اجت لعندي. انا عبالي كله مزح او مقلب او هيك، اقسم بالله. فنزلت نظامي لقيتها تحت. تفاجأت البنت انه مرتبكة، في مشكلة، شو صاير؟ ماني فهمان شيء. اخذت اذن وطلعت. اخذتها. بدي اشوف وائل، بدي اشوف وائل، بدي اشوف وائل. ماشي. اخذتها وجيت على بيتي. وائل كان بالبيت. فيا شباب ما تفكروا انه انا جينا على البيت انه تفهموا غلط، لا والله. جيت أنا ورفيقتي نار مثل ونزار اختي. مين كان؟ أنت ورفيقك ووائل وأنا انا ورفيقتي. ورفيقي ضلينا عند ووائل. الباب. و- أمم. اجوا هنن، حتى ما دخلوا يعني على الباب ضلوا. صار يحكوا، انا خليتهم ما دخلت بالحكي خالص. ناقشوا علي الصوت. اوكي دخلوا سكروا الباب بس جوا البيت يعني. ايوه صار مدري شو نقار وتا تا 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 تا. بس لا والله يا شباب، تيمار ما في منه. فانا ما بحب حدا يحط عليها هذا الصيت، ولا يحط علي كمان انا صيت. انا ما بحب تنجاب سيرتي انه مثلا عم دخل بنات او لا، نهائي. بس فقت وعم قلت لكم خانقة وضرب. تيمار ما في منه. قمة في الاخلاق والتربية. فما فيكم تجوا تظلموها بهذا الموضوع خالص. تيمار صديقتي ووائل صديقي. ممكن وائل مقرب لي اكثر، تمام، بس انا تيمار ما شفت منه شيء غلط.
والبنت صديقتي رغم كل المشاكل اللي صارت هي ووائل وهيك، بس بالعكس ضلينا أصدقاء، لا صار سوء فهم ولا شيء خالص. لما هو بيحكي هيك بحسسني تقول عملت ذنب. ما هو انا جاي مشان صالحك، وين ليه انت عم تحكي بتقول انا غلطت بشي؟ ما انا جاي مشان صالحك، وين؟ ما فهمت. وهي حكت لي شباب انه في مشكله بيناتهم جاي يتصالحوا، مشكله كبيره. قلت لها حكيها على التليفون، حكيها على التليفون ليش جاي وهيك وهيك، قالت انه بلكها، فما لها صله خالص. وهي حكتني بعد ما حكت الشله كلياتها وكل كان معي بردوا يمكن او نايمين او هيك، انا رديت واقسم بالله انه كمان يعني ما كان بدي تصير مشكله انه يلتقوا على الواقع وهيك، بس انه البنت لانه كانت حتطلع على دورتموند، مدينه بعيده ساعتين زياده، وما حتلاقيه، واهلها عم يدقوا وطالعه ولازم ترجع بسرعه ومدري ايش وهيك وهيك. فيعني انجبرت قلة تعالي خلص لهون هو عندي، واخذته والتقوا، ودخلت البنت باحترام وطلعت باحترام. طيب زين تيمار ليش رحتي؟ نقدر شو عم نقول؟ رحت مشان كنا متخانقين. تعرف هذا أي يوم؟ نفس اليوم اللي تذكرت صارت في هذيك القصه. ريدر، نفس اليوم اللي هذا اه عرفت؟ وحكيت اوكي. شباب انا ما بعطي على وائل، يعني ما تفكرون انا بعطي على صاحبي عم بقول لا هو عم بكذب هيك، لا 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 لا، بس انا جيت اوضح الامر. فهمت علي كيف؟ شكرا والله انا شباب ما لك بحب قلبي كمان نحن. ينحط علي صيت مثلا عم بدخل تيمار عندي بالبيت، ما برضاها عليها اولا ولا برضاها حالي. وانا عم لكم اقسم بالله تيمار قمه التربيه وقمه الاخلاق قمه الاحترام، والله بعرفها من اتفق. زمان، ما بعرفها من يوم يومين. حبابة تيمار والله اتفق. اي والله. والله حبابة. شكرا والله نزار، عن جد شكرا. طلعت وحكيت الحق، لا شكرا. والله يا تيمار لا تفكريني انا قاعد مثلا بلمع ولا هيك، بس انا كلمه الحق بحكيها، شكرا. وانت ما في منك، ما كان في شيء غلط لا خالص. خلص هيك طلعت الحكي اللي لازم ينحكى مشان الناس تفهم القصة، وما ينحط عليكي صيت بشع أو كلمة بشعة وأنت مو عاملتيها. مشان سمعتك كمان يعني، وأنت عندك أهل، وأنت بالأخير بنت. حبيبي يا في آي بي. بعد اكو شيء ثاني تيمار يعني؟ لا بس لا، إنه ليش شو صار اليوم؟ ليش هيك أنتوا تقاتلتوا؟ شو صار؟ مو حابين نحكي أكتر بالموضوع، بس إنه كان بدي هالشغلة تتبرر. فشكرا من كل قلبي نزار، والله ما قصرت. لا والله لعيونك والله، وأنا عم بقول لك لا عندي ضدك شيء ولا عندي ضد وائل شيء، اثنيناتكم أصدقائي. إذا أنتوا في بيناتكم مشكلة حاولنا نصالحكم، بس يعني بالآخر يعني افترقتوا وهيك، كل واحد راح في طريقه، ما في داعي إنه نعادي حدا. فهمت علي كيف؟ يس. 100%. 100% صح. مهم. في شيء كمان؟ لا والله شكرا، إنه بس كان بدي هالشي يتوضح. وريدر دخيل ربك أنت كمان، والله ما في منك. حبيبي يا بعد قلبي يا نزار والله. والله قمة احترام. حبيبي أنا كنت موجود على والله. فكرة لما صارت القصة، أنا كنت موجود. ما حابب أجيب القصة وهيك، وأنا لمته لوائل بهداك الوقت. فهمت علي كيف؟ وهو غلط يعني، غلط وبيعرف غلطه. كمان يعني كمان الزلمة طلع لاحظت انه انا يعني وبرر انا واعتذر. ما ارد على اي مسبه، يعني انت لاحظت انه ما اعرف اذا كنت تسمع او ما تسمع، بس انا ما رديت على وقت يعني الموقف اللي صار، انا ما رديت لا بالتليفون. أنا من وقت لمته أقسم بالله. لا أنت أنا بتذكرك ما حكيت ولا حصل كلمة. خير. حصل خير، والولد اعتذر بالنهايه على الشيء. بالضبط. يعني انا بالنسبه لي ما شايل بقلبي على احد. مزبوط. لا والله كفو عليك يا ريدر، قمة حبيبي. التربية والله. حبيبي والله على راسي نزار. حي. يا. ايه بدي كمان احكي شيء. على موضوع انه انتي رحتي وشلتي كل رفقاتك وبلغتي كل رفقاتك كرمالي. ما هو كان يعني
يعني كان شرط من شروطه إنه أنا إذا بدنا نرجع بدك تشيلي رفقاتك الشباب. وهالشي بنشوفه بأغلب العلاقات، إنه الشاب ما بيتقبل إنه البنت تكون شباب. فلما كنت عم بيسمعني إنه أنت شلتي ريدر وشلتي مدري مين، طب أنا شلتهم. ما هو أنت إيش أنت شلتهم كرمالك لأنه كنت أنا وياك بعلاقة، فأنا شلتهم كرمالك. أنت ليه عم تخانق شو؟ ما هو أنا شلتهم كرمالك. وأنا آخر شيء اعتذرت من رفقاتي، آسفة هالشي إنه غلط، لأنه غلط صراحة شي رفقاتي، أنا بعترف بغلطي غلط، مع هيك شلتهم كرمالك لأنه كنت أنا وياك بعلاقة، فأنا احترمت قرارك ومشان نكون سوا أنا وأنت رحت وشلت رفقاتي. فليه عم تحكي راحت شالت رفقاتها وراحت مدري وين شو؟ لا عادي يعني الامر. انا على فكره وقت نحن كنا كمان اصدقاء تيمار على الانستا وهيك، وانت يوم شلتيني اقسم بالله يا شباب حتى لا حكيتها ولا حكيت، لا حكيت وائل. انا بعرفه من هن مرتبطين وهو محكيها بهذا الموضوع، فما في داعي انا اجي احكي. اي علاقه بتصير الشاب بيجي بيقول للبنت انه شيلي الشباب. بالضبط. فهو ليه أنا ما فهمت لا غلط من وائل ولا غلط من تيمار. بالضبط. وليش قاعد يحكي شالت رفقاتها وشالت مدري، طب إيه شو الغلط؟ أنا شلتهم كرمالك. ليه عم تعبت؟ ما فهمت النقطة تبعه. انا والله ما بعرف شو حاكي وائل، شو صاير هلا بالضبط والله ما بعرف. على العموم حصل خير برأيي نسد القصة، يعني إذا توضح كل شيء. ما أعرف تيمار حابة تقول شيء، نزار حابة تقول شيء، يعني حتى تسدون القصة، يعني حتى لا تطول. لا ليكو انا ليكي تيمار انا برايي فضوا القصه. ساعة غضب أنا قد إيه صار لي مسكرت منك القصة؟ بس سؤال، منه. بس سؤال، أنا هالقصة قد انا إيه ما بعرف شلون انحكت القصة، بس انه يا جماعة شوف الخير، بس سؤال، بس بدي أسأل سؤال. أنا هالقصة قد إيه صار لي مسكرتها؟ بس جاوبوني، أما اكتبوا لي بالكومنتات قد إيه. مو صار لي من زمان مسكرتها، بس مو سيرتي بتضل بتنفتح. طب أنا مو والله أنا مسكرتها. أنا مشتهية أخلص، مشتهية أخلص. أماني حل عني، أماني ريحني، أماني علاقة. والله أي اثنين بتركوا ما بصير هيك بينهم بعد الترك. أي اثنين ترك خلص، كل واحد يروح بحال سبيله يا زلمة. أماني أماني خلاص تركنا، خلص تركنا. ليش بدنا نضل بسيرة بعض؟ ليش بدنا نضل نحكي على بعض؟ والله مو أول اثنين بيتركوا يا جماعة الخير، مو أول اثنين بيتركوا. خلاص أنا يعني عم بطلب طلب، بتمنى إنه نترك بطريقة سليمة بدون مشاكل بدون خناق بهالطريقة هي. وأنا ما كان بدي توصل لهون، وحتى يعني لما تركنا قلت له خلينا نحكي على بعض بالمنيح، ما نقعد نجرح بعض باللايفات كذا كذا، بس حكي كان كله على الفاضي. فأنا مشتهية هالسيرة تتذكر، وبتمنى يا رب تتذكر هالسيرة يا رب. ثبتي شي لوائل تيمار؟ لا لا ما حكيت شيء غلط أبدا. ما خلص انا وليكي والله تيمار أنا بس خطوها ما بالحسنى. بكسب أصلا، ما بكسب أنا أصلا بشكل عام رح تسب. بعرف انا لانه بس انه كثير عم يكتبوا لي، فهمت علي كيف؟ انه مستغرب، فانه خلص والله فضوها بالحسنى. يعني زي وليكي والله ليكي تيمار، ليكي تيمار والله ما راح احكي هالكلام لانه وائل صاحبي او هيك، بس وائل قلبه طيب طيب لاي درجه، يعني لدرجه ما تتصوريها. فهو بس عنده شو، عنده خبصات، يعني باللايف مدري كيف بيتحول، مدري شو بصير، بعصب ما بتفهميه. بيقعد معنا مستحيل يكون هو هذا اللي على اللايف، وانت نفس الشيء كمان. فبستغرب انتوا لما تطلعوا على اللايف شلون بتصير هاي المشاكل وهيك. لا خلص أنا فالله مسكرها من انه بتصروا زمان. تمام يعني زهر، أنا مسكرها هالقصة من زمان وما بدي أرجع أفتحها، بس فتحت واضطريت أطلع ودافع عن حالي وعن أصدقائي، فبس هيك مزبوط. وخلاص. حسكر كمان، ارجع سكر القصة كل مرة بقول لكم خلاص بدنا نسكر وبسكر وبسكت وبضل شهور مسكرتها، بس بترجع بتنفتح، فبضطر بنجبر اطلع ودافع. فخلاص لهون، بس انا ما عاد احكي بالسيرة. والله بكون يعني خلاص افضل لك. استعنا بشباب وخلاص سد السيرة. خلاص نزار يلا نسكر السيرة. خلاص ماشي. توضح كل شيء أصلا يعني. وشنو هاي؟ تحذير؟ ايش جاني تحذير؟ إجا تحذير لتيمار مو لك. تيمار تيمار إجا تحذير عليه. اثرت كثير يا تيمار، تيمار ليش هيك؟ روحي سكري اللايف تيمار بسرعة، سكري اللايف. روحي سكري اللايف قبل ما تنحضرين. امبارح انحذف حسابي الانستغرام واليوم هيك.
سكر بريك. طب حسكر وارجع افتح. يلا حسكر زي منورة يا روح.